صباح الخير عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في قناتي قناة أستيس إغسات. كذلك نرحب بالمشتركين الجدد اللي أول مرة يزوروا قناتي. نتمنى إن شاء الله ما ينساوش الضغط على لايك وسبسكرايب والضغط كذلك على زر الجرس عفوا باش هكذا يوصلكم كل جديد. نتمنى ان شاء الله نكون تحت حسن ظن الجميع دائما، ونتمنى دائما ندير المستحيل باش فيديوهاتي ما تكونش طويله بزاف عليكم. اعتبارا هذا للناس اللي عندهم لا 4 جي والناس اللي كما يقولوا ما يقدروش باش يشوفوا فيديو فيه 12 دقيقه و20 دقيقه. اذا اليوم ان شاء الله جبت لكم طبق اللي هو البويون الجزائري. البويون بالجزائريه هذه يقولوا البويون هي شوربه خضر على طريقتي صراحه، لانه فيها خضر اللي يمكن كاين بزاف ناس ما يستعملوهمش فيها السيدات. حبيت نقول لكم تبعوا الفيديو للاخير باش تشوفوا دوز استوس تعلمتهم ونديرهم في هذا البويون هذا وينجح لي ويجي عنده بنه رائعه جدا جدا. كما العاده الان نترككم مع الفيديو البنات. هنا واش درت؟ جبت الخضر قطعتهم كامل. هذا اول حاجه الفت، درت التصويره ديالو الصوره ديالو باش السيدات في البلدان العربيه يقولوا لي هما واش يقولوا له هذا اللفت. احنا نقولوا اللفت. طماطم حبه كبيره، كورجات، الكوسه اللي هي القرعه، عندي الجزر زروديه، والسلطه الخضراء درت 4 اوراق كبار تاع سلطه خضراء. كذلك بلا ما نساو حشيش الشوربه القزبر، درت ربطه تاع قزبر اللي هي حشيش الشوربه. راح يجيكم فيه واحد البنه ما تتصوروهاش البنات. كذلك هنا قطعت كلش. الكرافس عملت عرشه كبيره هكا، عرشه كبيره تاع كرافس، وقطعتها كذلك صغيره، ما خليتهاش هكذا، قطعتها رقيقه هاي ليك كما شفتوا البنات هنا. وعندي كذلك لاستيس الاولى اللي راح نديروها في هذا البويون او شوربه الخضر للتقليه، هي ملعقه تاع دقيق ابيض او الفرينه هاي ليك. انا تعلمتها صراحه من التلفزيون، شفتها وجربتها عندي شحال نديرو فيها وحبيت نتقاسمها معكم. نديرو كذلك زيت زيتون عادي، الناس كامل طيب بالزيت زيتون. انا دايره من قبل 4 ملاعق تاع زيت عادي، هنا كذلك 4 ملاعق تاع زيت زيتون. زيت زيتون ديري ما تخافيش. كذلك راح نضيف ملعقه كبيره تاع ملح. الملح حسب الذوق بطبيعه الحال، للناس اللي عندها الضغط اللي عندها يسمى هما يعرفوا القدره تاعهم شحال يديروا فيها ملح. عندي فلفل اسود، هذا ماهوش يعني هذاك البيول اللي ياكلوا الانسان كي يكون مريض، ولا لانه الانسان يكون مريض شتو نحولوا هذاك الفلفل الاسود، نحولوا بزاف توابل ما نستعملوهمش. عندك كذلك ملعقه صغيره قلت لك تاع فلفل اسود. القزبر هنا البنات كذلك هذا التابل هذا اللي هو القزبر كثري منه، ديري 2 ملاعق كبار من القزبر، راح يعطيك واحد البنه ما نقولكش. هنا حطيت القدر ديالي فوق النار على النار، ودرتها النار متوسطه، انت تعرفي كيفاش باش تقلي القدر ديالك. ومن ناحيه اخرى كما تعرفوني دائما في كامل وصفاتي تاع الطبخ نعمل قدره تاع الماء تغلي قدامي باش هكذا نمرق بها القدر ديالي. هنايا كما راكم تشوفوا دوك نبدا نقلب في هذاك الخضر تاعي، نقليهم بالعقل. شوفوا الخضره ما شاء الله كي تكون جديده، حتى من البنه تاعها تجي بنه رائعه. انا هنا راح نطيبه في قدر تاع الضغط، لكن البنات حبيت نقول لكم قدر تاع الضغط ولا كيما تاعي انا هنا كيما تاعنا حنا هنايا قدره عاديه، قدره الكوكوط مينوت عاديه صافي. كي نصبوا الماء ونمرقوا نخلوها تغلي باش عاد باش نغلقوا عليها. شوفوا هنا البنات كيفاش الخضر بدات تذبال، هاكم تشوفوا هاي ليك هنا الخضر بدات تذبال. صدقوني هذاك التقليه هذيك عندها بنه وهذيك الملعقه تاع الدقيق. مازال كاين واحد المكون راح نزيدوه، فقط كملوا تابعوا معايا الفيديو. مازال واحد المكون راح نزيدوه لكن هذا المكون راح تستغربوا راح نزيدوه بعد ما نمرقوا القدره ديالنا، يعني بعد ما نكملوا خلاص نمرقوا باش نزيدوا نضيفوا الماء باش نزيدوا هذاك المكون. هذاك المكون يعطي هو صحي ويعطي كذلك واحد البنه ما شاء الله. انا البنات حبيت نخليكم تشوفوا كيفاش قليت الخضر. هنا شوفوا كيفاش ذبالو،
الفيديو كما يقولوا كاين هكا بعض المراحل ما نحبش نقطعهم على جال البنات يحبوا يشوفوا كلش. هنا شوفوا راني برقت عفوا مرقت بالماء الساخن هكذا، ونحركو باش هذاك اللي لتحت ولا كاين دقيق قعدنا لتحت الله اعلم، ولا كان صافي كلشي يتخلط. هاو المكون اللي هو الكركم البنات. الكركم شيء مهم ولذيذ راح يغير الوصفه بطريقه ما تقدروش تصوروها، الذوق تاعها راح يكون جد رائع. هذو هما لي دوز استوس، الدقيق الابيض والكركم. هنا البنات كيما راكم تشوفوا خليت القدر تاع الضغط حتى لين غلات مليح مليح، القدر العاديه تاع الضغط تاع بكريه حتى لين غلات مليح باش هاوليك باش نغلق عليها. والان بعد ما طابت الخضر تاعي شوفوها نكسيها مباشره. اللي ما عندهاش البغا ميكسور، اللي ما عندهاش البغا ميكسور ترحيها في الرحيوه هذيك لامولينات تاعنا العاديه تاع بكري. هنا البنات بعد ما وجد البويون ديالنا شوفوا رائع 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 جدا. ما نقدرش نوصف لكم البنه تاعو كيفاش تجيكم، خصوصا ولا تبعتوا الخطوات كما درتوا ان شاء الله تنجحوا فيه. ان شاء الله دائما الوصفات تاعي ان شاء الله يا ربي دائما تنجحوا فيهم، هذا هو يعني الامنيه ديالي. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق، تجربوه البنات جربوه راح ان شاء الله ما تندموش. حاجه بنينه بزاف وعندها ذوق رائع. شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.